عسلامة مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله باش نعملوا فطاير مع بعضنا. فطائر هذه تنجم تكون مقبلات في على طاولة سيدي رمضان. نشوفوها مع بعضنا ونبداو طول في الوصفة سهلة وتجينا فطاير بنينة برشا، وهكذا تشوفوها مع بعضنا كيفاش باش تجي. دونك خذيت كميه ما يقارب 3 كيسان، خذيت كاس كايلت بيه 3 كيسان فرينه، خذيت نوع باهي الدقيق، خذيت نوع باهي. كما تشوفوا باش نحطوا الدنيا بارده ماهيش سخونه برشا. دونك باش خيرت باش نحط باك ونص باش تخمر لنا بالباهي، باك ونص خميره، ونحط معاه زاده خميره حلويات تكون محسن، مغرفه صغيره خميره حلويات. نحطوا عليها كيف العاده باش الخميره تخمر لنا بالباهي، نحطوا عليها مغرفه كبيره سكر، ونصبوا خدينا كما قلت لكم عندنا 3 كيسان دقيق، خدينا عليهم كاس حليب دافي، تنجموا تعجنوا بالماء، ونضيفوا كاس نتاع تاي معبي بزيت الزيتونه يفوحها على الاخر، ونحطوا كميه من الملح ما يقارب مغرفه صغيره ملح، نبعدوها على الخميره باش ما تحرقناش الخميره، وناخذوا هالمكونات هذم الكل نخلطوهم بالباهي. كما تشوفوا لمينا العجينه نتاعنا، دوبلاش خدمتها هكا باليدين تبدا تتلصق، ومن بعد حطيت تحت منها وفوقها شويه زيت، وتوا باش نغطيها ونخليها لين تخمر، ومن بعد نرجعوا نكملوا الفطاير نتاعنا. كما تشوفوا العجينه نتاعنا ضاعف الحجم نتاعها، وخذينا حضرنا الطبق نتاعنا، حطينا فيه ورق الزبده، وخذينا الحشو اللي باش نعملوا به الفطاير نتاعنا اليوم. بالنسبه ليا انا، انتم لكم الاختيار في اللي متوفر عندكم، لكن ننصحكم تعملوا جبن. انا خديت جبن موتزاريلا حضرته، ما كنتش ناويه نعمل الدجاج، لقيت عندي طريف من زر الدجاج وليت شويتهم، فوحتهم وشويتهم حضرتهم، نحب نعملهم. انتم تعملوا اللي تحبوا. خذيت قرايم فلفل اخضر، هذاك اللي متوفر عندي، ما عنديش الاحمر. كان عندكم الاحمر تنجم تقصوا زاده شويه فلفل اخضر وشويه فلفل احمر زاده. وعندي مايونيز، هذه حضرتها في الدار، مايونيز بصوص الثوم والمعدنوس. هذم هما المكونات، وانتم لكم الاختيار في الحشو اللي تحبوا تعملوا به الفطاير نتاعكم. توا باش نقسموا العجينه نتاعنا، انا باش نقسمها باذن الله على 4. العجينه نتاعنا طريه شويه، عملتها باش تجينا من بعد الفطاير نتاعنا طريه. دونك باش نقسمها على 4 ونحطها ديريكت في الطبق. دونك ناخذوا بالكعيبه نلموها بالباهي، ونحطوها فوق الطبق اللي حضرناه، سبق وحضرناه وحطينا عليه ورق الزبده. نحضرهم 4 فطيرات نتاعنا، ونرجعوا نعملوا الحشو نتاع الفطاير. بعد ما قسمنا العجينه نحاولوا نطرحوها بيدينا من غير حتى شيء، بيدينا ما نخليوهاش خشينه برشا خاطر ما تزيد تعاود تخمر مره اخرى. دونك نحلوها بالباهي، ونحاولوا في الوسط نحلوها اكثر، وين باش نحطوا الحشو نتاعنا. نكملوا نحلوهم الكل بنفس الطريقه باش الفيديو ما يجيش طويل، ومن بعد نرجعوا نكملوا الوصفه نتاعنا. كما تشوفوا طرحنا العجينه بالكدا، حاولت ننزل في الوسط باش نخلي بلاصه وين نحط الحشو ما يقلقش انتوكا حتى كان ما جاتش. وجاوني فطاير كبار، دونك خديت فطيره الاخرانيه حطيتها في طبق وحدها. توا باش نبداو نعملوا الحشو، ناخذوا مغرفه من صوص الثوم اللي حضرناها،
نطرحوها بالكدا، نبعدوا على الجناب، ما نوصلوهاش للجناب. ومن بعد باش ناخذ شويه جبن، مش برشا، خاطر باش نعاودوا نحطوا مره اخرى جبن. وناخذ داك طريفات الدجاج نخليهم هكاكا كبار باينين، كما قلت لكم الحشو راهو اختياري كيف ما هكا. نحطوا معاهم ترانشات من الفلفل اللي قصيناه جويد على الاخر، ونعاودوا نحطوا الجبن الموتزاريلا مرة أخرى، اللي متوفر عندكم تعملوه. نكملوا نزينوهم بنفس الطريقة ونخليوهم يزيد يخمروا قبل ما نحطوهم يطيبوا. شفتوها الفطيرة قاعدة تنفج بالباهي، وقاعدة كجبن يذوب، وقاعدة تطيب ما شاء الله مزيانة برشا. هذوما الفطاير متاعنا بعد ما طابوا كما تشوفوا جاو ما شاء الله، او كالمنظر يحكي وحده، ياسر جات هشوشه، وجات الريحه ما نحكي لكمش قداش بنينه، منظرها بنين، جات محمره كيف ملوطه كيف ما في الجناب. تويكا هي مازالت سخونه، ندهنوها بشويه، ناخذ البانسو ندهنوها بشويه زيت زيتونه، وتاكلوا بالشفاء. والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.